كنا الاول بنعمل ريموت ستارت وبنضيف مفتاح 5 زرار عشان ندورها. دلوقتي بطلناها، بقينا دلوقتي بندورها لك على المفتاح الستوك. فكره الريموت ستارت او فكره الدواره بالريموت هي فكره احنا دايما في المستشفى كنا اول ناس بفضل الله في مصر، ويمكن كنا في العالم بالنسبه للاسترا جي. عملنا دواره العربيه الاسترا جي بالريموت، وكنا يعني دايما شغالين على قصه ان احنا ندور العربيه بالريموت ده بشكل نطور فيه كل يوم عن التاني. وكانت العائق اللي بيقف قدام مننا دايما فكره ان احنا لازم نضيف مفتاح 5 زرار للعربيه عشان خاطر ندورها بالريموت. دلوقتي احنا وصلنا للمرحله اللي هي احنا مش هنضيف لك مفتاح تاني، وبالتالي التكلفه عندك هتقل. هندورها لك على المفتاح بتاعها 3 زرار زي ما هي عادي خالص على الستوك بتاعها. وبنفكرك دايما احنا ما بنعملش اي حاجه ليها خاصه بالضفاير او بنقطع في الفيره او بنشتغل كهرباء خالص. شغلنا كله بالجهاز، بنحط فيشه ونشتغل سوفت وير. بنأكد على كل حاجه دايما باستمرار لان احنا شغلنا ما بنحطش حاجه بره الفابريكا، احنا شغالين على الفابريكا بالظبط. ما الا احنا بناخد بس الفانكشن اللي الهيدن في العربيه او الفانكشن اللي هي مش متفعله في العربيه، وبنبتدي ان احنا نفعلها ونشتغل عليها ونخليها ابسط ما يكون واحسن ما يكون، تدي لك نفس السكيورتي، تدي لك نفس الامان اللي انت دايما بتدور عليه في الدواره بالريموت في اي عربيه معموله بشكل احترافي او معموله بشكل اصلي ستوك ما فيهوش اي لعب خالص. النهارده معانا العربيه دي، ودي اول عربيه احنا هنعملها تشتغل دواره بالريموت ال3 زرار. ودلوقتي هنعمل تجربه عمليه لدواره العربيه بالريموت ال3 زرار. عربيتنا دايره بفضل الله، مفيش اي مشكله عندنا خالص. عربيه مقفوله ما فيهاش اي حاجه، امان فوق الامان وبعد الامان وتحت الامان وكل الامان اللي انت نفسك فيه موجود. اللوك بتاع الطاره زي ما هو موجود، كل حاجه موجوده. دايما بنفكرك خد بالك موضوع الدواره بالريموت ده مهم ليك جدا في الشتاء، انك انت حضرتك تدور عربيتك الصبح قبل ما تنزل، عربيه تسخن، كل حاجه تبقى في العربيه جاهزه انك انت حضرتك تتحرك بالعربيه. الصيف داخل علينا، العربيات اللي بتموت في الصهد واللي بتسيح جوه منك في الصهد وفي الحراره الشمس، احنا كلنا ما شاء الله بنعاني مع الموضوع ده. عربيه تقدر حضرتك تشغل التكييف فيها اوتو، تخلي التكييف شغال، تدور العربيه قبل ما تنزل 10 دقائق ولا حاجه تلاقي العربيه بتاعتك بقت ثلاجه من جوه، تنزل تركب عربيتك وتتكل على الله. معاك اولادك سايبهم في اي مكان وخايف عليهم وبتدور العربيه وبتسيبهم في العربيه عشان خاطر تروح تنزل تعمل مشوار او تعمل تجيب حاجه او انت مش محتاج انك انت تسيب لهم المفتاح في العربيه. تقفل العربيه، تسيب العربيه دايره، تطمن على عيالك، تسيب تكييفهم موجود. اوبشنات كتيره قوي تقدر تستفاد منها من خلال الدواره بالريموت. جرب بفضل الله، مش هنخلي اي عربيه في مصر استرا جي الا وهي فيها دواره بالريموت. طب هتسالني رخصت بقت بكام يعني؟ ما كنا بنعملها ب 2000 جنيه وب 2500 جنيه، رخصناها كمان عملنا لك ب 1500 جنيه، نرخصها اكتر ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه دورها لك بالريموت في نص ساعه. نص ساعه تقعد معايا، نص ساعه بفضل الله ادورها لك بالريموت تاخدها تمشي. مع مبادره مستشفى الاوبل هندورها لك بالريموت. مش هنسيب عربيه في مصر استرا جي الا لما تكون دايره بالريموت. معاكم لغايه بنوصل الدواره بالريموت لغايه 100 جنيه. خلينا نشوف. انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل، كل يوم بفضل الله في جديد. ما تنسوش دعمنا دايما بلايك واشتراك في القناه بتاعتنا على يوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، وهتلاقوا هنا اسماء الفايزين في سؤال الحلقه اللي فاتت بتاع الزيت. ان شاء الله الف مبروك لكل فايز، 10% خصم، مصنعيات فري. كل سنه وانتم طيبين.